هو الكلية ليها سبلايز كمان؟ لا، دي كلية أساس السبلايز كلها. طيب هجيب ايه؟ وهل في ماركة معينة ولا مش بتفرق؟ وايه الأحسن؟ خليكم معانا لآخر الحلقة علشان تعرفوا إجابات الأسئلة دي كلها. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. دلوقتي انت دخلت الكلية الحمد لله أول يوم والدنيا تمام التمام، ودخل على حضرتك المعيد وقالك في شوية أدوات هنشتريها أو السبلايز. ايه بقى الحاجات دي؟ أولا في أدوات بتتجاب مرة واحدة وبتكمل معاك ال5 سنين، وفي أدوات بتتجاب بصفة دورية، يعني كل أسبوع أو كل شهر. يعني ايه الكلام ده؟ خليني أقول لكم أمثلة عشان الكلام يبقى أوضح. خلينا نبدأ الأول بالأدوات اللي بتتجاب مرة واحدة بس. أول حاجة مسطرة حرف T مقاس 120 سنتي. طيب في أنواع من المساطر دي بتبقى روترينج أو سمير وعلي أو ماركة تانية، في بتبقى معدن، في خشب، في بلاستيك. ايه اللخبطة دي بقى؟ طب أنا هجيب ايه وايه الأحسن؟ طيب بالنسبة للماركات ما بتفرقش قوي، شوف ايه الأوفر ليك. بالنسبة لخشب ولا بلاستيك، اختار البلاستيك علشان الخشب مع الوقت بتتقوس، وممكن برضو تجيب 100، مش لازم تجيب 120. طيب تاني حاجة طقم البراجل الستونج مهم جدا. مش هتستخدم كل البراجل، بس على الأقل هتستخدم 2 من ال3 اللي في العلبة. هاتهم نوع محترم لأن هما بيقعدوا ال5 سنين. مش لازم تجيب أعلى حاجة، بس مثلا الروترينج ب400 جنيه، فلو ده اوكي بالنسبة لك هات الروترينج. لو ده بالنسبة لك كتير ممكن تشوف. وبرضو ممكن ما نجيبش طقم الستونج ونكتفي بالبرجل ده في حدود 65 جنيه. في المسطرة السكيل، في منها روترينج برضو، في منها سمير وعلي، مش بتفرق، جيب الأحسن لك والأوفر لك. طيب الأقلام الرصاص، لو انت من النوع اللي بيحافظ على حاجته هات قلم روترينج، هيعيش معاك ال5 سنين واكتر كمان. اما لو انت من النوع اللي الحاجات بتضيع منه، هات اي نوع وخلاص. طيب هحتاج السكنس بتاعه يبقى قد ايه؟ 0.5 0.7. وهحتاج برضو اقلام عادية خشب HP و2B و3B. الاستيكة هتحتاج استيكة عادية، ممكن تبقى فابريك كاسل او اي استيكة، يعني روترينج او whatever. وهتحتاج استيكة زي القلم بسنون كده، تبقى سنون استيكة تحط فيها سن واستيكة وتقعد تدوس عليها كده، دي مهمة جدا. في كمان استيكة الفحم او جومة الفحم، وممكن نجيبها فابريكاسل او اي براند تاني. وفي استيكة الحبر دي برضو مهمة جدا. طيب ايه كمان؟ طقم اقلام تحبير. ونصيحة لوجه الله، بلاش نجيب اللي هما بيتحط فيهم حبر. طقم الروترينج اللي القلم فيه معرفش بكام والسن فيه ب200 جنيه، السن لو اتكسر بس مش القلم بتغير السن ب200 جنيه. بلاش، هيتكسر منك ومش عملي، وانت مش هتبقى عارف تستخدمه ازاي، وممكن الحبر يتدلق منك على اللوحة او على الشاسيه. فبلاش، جيب احسن الاقلام اللي هي بتبقى في المكتبة بتستخدمها، مثلا بتقعد معاك شهر ولا حاجة وتغيرها، يعني مش هتلاقيها غالية، تلاقيها مثلا ب10 15 ماكسيمم 20 جنيه. دول احسن، اسهل، مش هيقطع معاك، اسهل في مسكته، مش بيتكسر، ولو اتكسر يعني هو ما هوش غالي. طيب ايه السمك اللي انا هحتاجه؟ هتحتاج 0.2 0.6 0.9. تمام. ايه تاني؟ مثلثات، هتحتاج مثلثين، مثلث 45 ومثلث 30 في 60. اجيب نوع ايه؟ مش فارقة، ماشي؟ عشان بس ما حدش يضحك عليك، عشان في المكتبات في ناس كتيرة بتستغل الطلبة الجداد ويقعد يقوله لا لازم تجيب كل حاجة روترينج، لا لازم تجيب. يا جماعة والله ما بتفرق، في حاجات ما بتفرقش. اللي هيفرق انا هقولك، علشان بس ما يبقاش فلوس بتدفع على الفاضي، او يقولك تجيب حاجات ازيد. طيب ايه كمان؟ الالوان، هتجيب علبة صغيرة بس نوعها كويس، الوان اكوريل اللي هي بتبقى زي الوان المية، بس يعني حاجة احسن من المية شوية. طيب ايه احسن ماركة؟ فان جوخ. انا مش عارفة هي وصلت لكام دلوقتي، بس هي مش رخيصة،
ال6 ألوان ممكن تلاقيهم مثلا ب400 جنيه، مش محتاج اكتر من ال6 أو ال8 ألوان دول. ممكن تجيب نوع تاني، مش لازم فان جوخ، بس ما تسترخصش عشان بتفرق في ان الالوان تبقى زاهية او لا. تمام. طيب دي برضو هتجيبها مرة واحدة. وكمان الوان جواش بوستر او الوان جواش تالنز، ال24 لون ب235 او 250 تقريبا. وبالنسبة للفرش هتحتاج فرشة تسييح وفرشة مقاس 0 وفرشة مدورة. كمان الماركر اليوكن مهم جدا، بيتعمل بيه اظهار معماري حلو، بيتعمل بيه الظل في المنظور. هاتلك مثلا 3-4، حاول يبقوا الوان رماديات، وخد من الفاتح وانزل للاغمق والاغمق، او بنيات في بيج برضو من الفاتح للاغمق. لو الدنيا مش فارقة معاك في الفلوس، هات 6، هات الرمادي وهات البني. طيب دول اجيبهم ماركة معينة؟ لا مش فارقة. طيب في بقى شوية حاجات كده برضو، محتاج فوطة صفرة او فرشة علشان لما تمسح بالاستيكة تشيل المسح من على اللوحة، عشان الحاجات دي بتعمل بقع، وطبعا نظافة اللوحة دي بتبقى من الحاجات المهمة جدا. مثلث ارسطو، وده مهم جدا وهتستخدمه كتير جدا جدا، بيبقى مثلث كده عليه خطوط رأسية وأفقية. تمام. جراب رول للوحات مهم جدا، عشان اللوحات مثلا لو يوم مطرة ولا حاجة متبلش عليه ما تتنيش منك، فده مهم. وفي جراب تاني بيركب فيه المسطرة التي ومعاه الرول بتاع اللوحات. بص ده ملوش لازمة قوي، انت ممكن المسطرة التي كده كده بتبقى في جراب، واللوح محطوطة في رول، فلا انت هتشيل ده في ايد وده في ايد او تشيلهم مع بعضهم. لو انت عايز تحطهم مع بعض وتشيلهم على كتفك اتس اوكي، بس هو ملوش لازمة قوي. طيب ايه كمان؟ في حاجة مهمة، الترابيزة بتاعت الرسم. ترابيزة الرسم في منها انواع طبعا، مش لازم نجيبها ماركة، وممكن لو تعرف نجار شاطر يعملها لك. وممكن تجيب شاسيه 60 في 80 او بورد 60 في 80. انت كده كده اللوحة اللي هتشتغل عليها تبقى 50 في 70 او 35 في 50، مش هتبقى اكبر من كده فتمام مفيش مشكلة. طيب ممكن كمان لو هتجيب الترابيزة تبقى عايز كرسي للرسم، يبقى العالي ده الخشب، او بيبقى فيه منه المبطن، في منه بيبقى بعجل كده ومبطن، في منه بيبقى بظهر، برضو ده انت وامكانياتك، كله بيبقى شغال تمام. طيب الحاجات بقى اللي بتتجاب بصفة دورية زي ايه؟ زي لوح الكانسون والسكتشات، بس خلي بالك اللوح بيبقى فيه منها جرامات مختلفة، ما تخليش حد يضحك عليك عشان اسعارهم متفاوتة. كل ما الجرامات بتكبر كل ما اللوحة سعرها بيغلى. تمام. وحضرتك هتحتاج منهم كتير، انت ممكن تجيب لوحة ب5 جنيه وممكن تروح تجيبها ب25 جنيه. تمام. طيب شوف انت الاول، طب انا هختار الجرام على اي اساس؟ شوف الاول انت هتستخدمه لايه. هترسم عليه رصاص، فانت ممكن تجيب 180 150 160، مش تحتاج اكتر من كده. لو ايدك خفيفة كمان ممكن تجيب 120 جرام، لكن لو هتلون عليه يبقى من 240 ل300. تمام، عشان الالوان ما تشفش والورق ما يبوش منك. ركز في الحاجات دي عشان دي الحاجات مهمة. طيب في كمان النصبيان، فرخ النصبيان ده بيبقى زي الكرتون كده، ويبقى مقاسه 80 في 120. وفي منه نوعين، نوع مصري ونوع مستورد، والفرق في السعر كبير. المصري بيبقى من 10 ل20 جنيه الفرخ، المستورد بيبقى من 100 ل150، الرينج بتاعه فيه بيبقى منه ألوان كمان. المصري بيبقى أبيض بس. طيب اسأل برضو انت عايزه ليه، هتعمل بيه ايه؟ هل هتعمل بيه ماكيت فانت ممكن تجيب المصري عادي وتقطعه؟ هل هتعمل بيه مشروع بدل ما تشد على شاسيه فهتبقى عايز المستورد عشان المصري ده ما بيترسمش عليه؟ لما يتقالك جيب حاجة اسأل هعمل بيها ايه، علشان لما تروح تشتري تسأل في المكتبة، لو هو حد محترم هيسألك يا ابني انت عايز ده ليه. لو هو مش كويس هيديلك الغالي وهو يريح دماغه، فانت اسأل عشان تبقى فاهم. تمام. نبقى عايزين ايه كمان؟ سنون للأقلام الرصاص. طيب ما دي عادية؟ لا مش عادية، هتبقى محتاج HP، هتبقى محتاج 2B، هتبقى محتاج 2H. تمام، كل حاجة من دي هيبقى ليها استخدامها. طيب هتبقى عايز كمان سكوتش لزق علشان تثبت
اللوحة على ترابيزة الرسم سواء في الكلية أو في البيت. تمام. طب لو عايز تعرف متوسط السعر بتاع كل الأدوات دي برضو عشان ما تتدبسش وانت رايح، أو تبقى عامل بادجت للموضوع، الميزانية هتتكلف كام، ممكن تدخل على أمازون مصر أو على جوميا، أو ممكن تروح مكتبة سمير وعلي أو مكتبة ألوان. في مكتبات تانية برضو، بس المكتبات الكبيرة، يعني بلاش تروح مكتبات صغيرة لأنك مش هتلاقي فيها الحاجات دي. تمام كده. بالتالي احنا قلنا كل الحاجات. لو في حاجة أنا ما قلتهاش ممكن تكتبولي في التعليقات. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد معانا. وخلينا الحلقة دي هنعمل حاجة مختلفة، هنعمل مسابقة لطلبة هندسة او فنون جميلة او فنون تطبيقية. اكتر واحد هيعمل شير للفيديو ده هيجيب مشتركين هياخد طقم هدية، طقم البراجل الستونج الروترنج اللي هو ب400 جنيه هدية من القناة. والحلقة الجاية هنعلن عن الفايز. المسابقة لمدة أسبوع من النهاردة. بالتوفيق للجميع. ولو عندك بيت أو مكتب محتاج تعمله تجديد أو تصميم ديكور معانا تقدر تعمل ده. عندنا أحدث تصميمات وبنكون معاك من أول الفكرة لحد ما بتستلم مفتاح مكتبك أو بيتك، وبيطلع التصميم بنفس شكل ال 3D اللي بتشوفه في أول التصميم. ولو محتاج نصيحة أو استشارة تقدر تكتب لنا في التعليقات وهنساعدك إن شاء الله.